أكيد وأنا أعلم وأعي جيدا أن قضاء مجلس الدولة هو من أكثر المؤسسات عراقة حينما تعطي الدفاع إبداء دفاعه ودفوعه وما يعين له من طلبات. فأنا بستسمح المحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، أرجو من هيئة المحكمة الموقرة أن تتيح لي الفرصة للدفاع عن نفسي، فقد تكون هذه الفرصة الوحيدة التي أنالها للدفاع عن نفسي، بل الدفاع عن شرفي وعرضي الذي أتمت الإطاحة بهم على جميع وسائل السوشيال ميديا بشتى الطرق. بادئ ذي بدء وأنا في محبسي حين قالوا لي عندك تحقيق في النيابة الإدارية، فقلت في نفسي أخيرا أنا في بيتي بجانب الأبطال الذين يحاربون الفساد بالدولة، مع يقيني التام أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء نزيه لا يحكمه غير ضميره والقانون. سيدي القاضي، تم اتهامي بالتعليق على أحكام قضائية، فمن أنا حتى أعلق على أحكام قضائية؟ أنا مجرد مواطن كفل له دستوره العريق الحق في إبداء رأيه بحرية، فأبديت رأيي بحرية حين نشدت القضاء بتغليظ العقوبة في بعض الأفعال المشينة التي تم ذكرها بالفيديو موقع الاتهام. فحين تغلظ العقوبة أعتقد أنه لن يتم الفعل المشين مرة أخرى. سيدي القاضي، تم اتهامي بنشر أخبار كاذبة، في حين أن السيد وكيل النيابة حين زار المستشفى المعني بالواقع وجد الحالات التي تحدثت عنها بالفيديو، كما أنه وجد أطفال غير معلومين نسب بالحضانة، فكونه وجد طفلين أو ثلاثة غير معلومين نسب بالحضانة في مستشفى واحدة حكومي في قرية ككفر الدوار، فما بالنا إذا فعلنا هذه الإحصائيات بجميع مستشفيات الجمهورية مصر العربية؟ حتى أنا اعتبروني أقول أخبار كاذبة، فماذا بجريدة الجمهورية التي أصدرت بيان تحت ظاهرة أكدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 14,000 لقيط في السنة؟ ماذا عن تقارير وزارة الصحة التي أعلنت في يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر لسنة 2017 حين قالت وجود 250,000 طفل نحو 250,000 طفل مجهول النسب سنويا في مصر؟ فماذا أنا حين ورد تقرير على لسان الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حين صرحت أن الأطفال مجهولي النسب في مصر وصل عددهم سنويا إلى 12,000 طفل لقيط؟ أين هي الأخبار الكاذبة يا سيادة القاضي؟ تم اتهامي بدعوة الشعب المصري بعمل تحليل DNA للتشكيك في النسب، ولكنني حين ذكرت بالفيديو عمل تحليل دي الفئة التي تحدثت عنها بالفيديو، فأنا لم أتحدث لجموع الشعب المصري، فمن هذا الشعب قد ولد أبي وأخي وخالي وعمي، فكيف أشكك في نسبهم؟ كما أنني مصرية بطبيعة الحال ولا أملك أي جنسية أخرى، ولكن حين أجد رجل يستأجر بالمال كي يكتب طفل باسم حق التشكيك في اختلاط الأنساب، وهي جريمة ينهانا عنها ديننا الحنيف. كما أن تحليل DNA ليس جريمة، ولكن كل مولود في أوروبا والدول المتقدمة في عصرنا الحالي يتعمل له تحليل DNA كروتين ولكن لأغراض علمية. اتهموني بارتكاب البلبلة وتعكير السلم العام ونشر التربح، ولكن أثبت الفحص الأمني لهاتفي المحمول والصفحة الخاصة بي على الفيسبوك أنها صفحة شخصية وليست تجارية، إذن انتفى غرض التربح. كما أنني لم أنشر أو أشارك الفيديو على أي من الصفحات أو المواقع غير صفحتي الشخصية بين أهلي وأصدقائي، ولكن أحيط بالذكر أن ذلك الإعلامي الذي أخذ الفيديو من على صفحتي الشخصية بل وأقول سرق الفيديو، لأنه سرقه بدون موافقة شخصية مني ونشره على قناة إعلامية يراها الملايين داخل وخارج مصر تحت إطار من التشهير بي وبسمعتي، ناهيك عن السب والقصف والتهديد تحت قوله حتى لو برأها القضاء أنا هفضل وراها. هدد بنت من بناتكم يا سيادة القاضي أمام جموع الشعب المصري. فهذا الإعلامي هو من أثار البلد من العام، ولكن ما استعجبت له أشد الاستعجاب كيف لمؤسسات دولة بهذه الضخامة والعراق أن تتحرك تجاه مواطن مصري غلبان، طبيبة تعمل بمستشفى حكومي ليس لها غير راتبها الحكومي، بمجرد التشهير بها من قبل إعلامي مشهور ومرموق لمجرد أنها قالت ربوا بناتكم. تم اتهامي بامتلاك 4 عيادات خاصة بدون ترخيص. أوجه رسالتي العلاج الحر، لماذا لم يتم غلق هذه العيادات الخاصة؟ أليس هذا هو الإجراء المتبع يا سيادة القاضي في مثل هذه الحالات؟ الإجابة ببساطة أنه لا يوجد عيادات خاصة، مفيش جسم للجريمة يا سيادة القاضي عشان يقفلوا العيادات.
مساعدة مريضة حين احتاجت إلى المساعدة، ولكن هذا غير صحيح. فأنا لم أقل في الفيديو أنني لم أساعدها، ولكن قلت لفظا لم أتعاطف معها. ما صعبتش عليا واحدة جاية بتقول لي اجهضي طفلة عندها 14 سنة وإذا المولود نزل عايش اقتليه، تطلب مني الاتيان بجريمتين أبشع من بعض. كيف أتعاطف مع هذه السيدة؟ وإذا تعاطفت معها وصعبت علي فهل بي أن آتي بهذه الأفعال الحرام؟ كما أنني أجيد بالذكر أن هذه الطبيبة وسام شعيب اللي اتقال عنها ما ساعدتش مريضة، هذه الطبيبة لبست بدلة عزل الكورونا من شهر 6 2021 لشهر 6 سنة 2022 في مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية. معالي الرئيس، أنا هنقدم مذكرتين، تمام؟ هي مذكرة من نسختين. أنا بس كنت عايز أوضح حاجة بسيطة، تمام؟ إنه خصوص تحقيقات النيابة الإدارية في إنها يعني هي وجهت لها تهمة إفشاء الأسرار. حطهم في حافظة المساندات وخلينا. مظبوط. حد. تمام. أنا بس كنت عايز أوضح حاجة بسيطة، يعني إن النيابة الإدارية كتبتها في المذكرة. ما أنا كتبت، ولكن أنا ساعات أحيانا بنقدم المذكرة للمحكمة. أنا أعلم إن المحكمة أكثر عمقا وفهما وعلما مني، ولكن أنا يعني حابب إن أنا نوضح، لأنه المحكمة لما يجي قدامها المذكرة وتقرأ مع اللي أنا قلته هيستوضح لها النقاط الجوهرية اللي أنا بتكلم فيها. طيب، بالنسبة لخصوص تحقيقات النيابة الإدارية، هي وجهت لها تهمة إفشاء الأسرار. أولا أنا يعني في الماجستير، وأنا أيام الماجستير كانت بتديني الأستاذة الدكتورة هدى فؤاد، أستاذ الطب الشرعي والكلينيكي، موجود فيه إنه إفشاء الأسرار أهو من عناصر إفشاء الأسرار لابد وأن يقع ضرر مادي أو معنوي للمريض من إفشاء السر. ثاني حاجة، الأحوال التي يباح فيها إفشاء الأسرار. إذا أنا سلمت جدلا إن النيابة لما ألصقت بها اتهام تهمة إفشاء الأسرار، لو أنا سلمت جدلا بهذا الأمر، طيب أليس من الأحوال التي يباح فيها إفشاء السر التبليغ عن الجرائم؟ أليس وجود أطفال في الحضانة مجهول النسب لأكثر من عامين مخالفة تستوجب الإبلاغ عنها؟ أليس وضع بدون أي نسب ويبلغ عنها؟ أليس الإبلاغ عن طفل مجهول النسب ده يستلزم الأمر إن الطبيبة مجرد ما بيجي لها حد بتروح تبلغ النقطة بتاعت المستشفى؟ أليس هذا من الأحوال التي يباح فيها إفشاء الأسرار؟ ثانيا سيد الرئيس، حتى المحكمة الإدارية العليا يعني علمتنا لا يجوز للنيابة الإدارية استنباط دليل اتهام لا يؤدي إليه التحقيق. النهارده هو بيقول لي أنت عقبت على أحكام القضاء. هو الأولى إنه يوجه تهمة التعقيب على أحكام القضاء مين؟ النيابة العامة ولا النيابة الإدارية؟ يعني أنا النهارده بنطالب بتقليص العقوبة، هي اتحكمت قدام النيابة الإدارية وأثناء تداول التحقيقات لم توجه لها النيابة العامة التعقيب على أحكام القضاء، فهي أولى أن تنسب لها تهمة التعقيب على أحكام القضاء. أخيرا سيادة الرئيس، كان ينبغي على النيابة الإدارية أن تستدعي مختص من الطب الشرعي أو جهة فنية للوقوف عما إذا ما تداولته الطبيبة يعد إفشاء للأسرار من عدمه. ده شيء ولا قالت بيانات عن حد ولا معلومات عن حد ولا أي حاجة تكشف لحد النهارده. يعني ما فيش حد يعرف مين اللي يعرف في المحكمة كلها مين هم دولة المرضى. النهارده هي بتحاكم قدام المحكمة، وأنا أراهن إن أي حد في المحكمة مش هيعرف مين لحد دلوقتي، لحد هذه اللحظة، ما هي الأسماء التي تم إفشاء الأسرار عنها. جلسة 2/2 اتخاذ قرار عن بالتزوير والاطلاع على المحالة على حفظ السندات المقدمة من النيابة الإدارية. 2/2 خليها في الصفحة. 59 محمد ريب.